زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش اتهمت جوزها بإنه خدع ستات كتيرة ووعدهم بالجواز وبعد كده أخلف وعده، وده من خلال منشور على انستجرام قالت فيه: كيف يتم خداع واحد ضحك على النساء كتير ووعدهم بالجواز؟ هل تقدر بنت الجيران اللي قال عنها إنها كبرت قدام عينيه وقام بتربيتها على خداعه؟ هل فعلا ما تعرفش إنها كانت منفصلة؟ لسنا أغبياء يا أستاذ شاكوش، أتمنى أن تحترم ذكاء الجمهور. وريم قالت إنها عايشة فترة سيئة بسبب أزمتها مع جوزها، وقالت في تصريحات إعلامية إنها بتتلقى رسايل بتثير حزنها يوميا، وقالت إن جوازها من حسن شاكوش يعتبر ابتلاء هي صبر عليه بعد ما كانت فاكرة إن هو عوض ليها، وقالت إن عندها أمل إنها تخرج من أزمتها على خير، وإنها مش قادرة تفتح تليفونها بسبب الرسائل اللي بتجيلها اللي فيها كلمات بتنال منها. وحسن شاكوش وزوجته ريم تبادلوا الاتهامات على وسائل الإعلام، ومحامي حسن شاكوش قال إن اتهام موكله بسرقة إيصال الأمانة بقيمة مؤخر الصداق من زوجته كلام مرسل ولا يمت للحقيقة بصلة. وفي مداخلة تلفزيونية ليه قال إن حسن شاكوش ما وقعش إيصال أمانة لصالح زوجته، والمشغولات الذهبية ما زالت مع زوجته، وتم عمل محضر ضدها لأنها سابت البيت بدون علمه، وفي نفس الليلة تم اختفاء مبلغ 500 ألف جنيه. أما محامية ريم طارق قالت إنها عملت محضر في مباحث الإنترنت بتتهم فيه حسن شاكوش بالسب والتشهير، وقالت إن موكلتها ريم مش عاوزة تكشف الحقيقة حرصا على حسن شاكوش، واتهامه ليها بالسرقة ده تشهير واضح، وقالت إن والد ريم عايش حالة صحية صعبة بسبب اللي حصل والخوض في الأعراض، وادعاء حسن شاكوش إن بنته أخفت عليه إنها كانت متجوزة، وأكدت إن ريم طلبت الطلاق ومن حقها إنها تحصل عليه لأن شاكوش غير أمين عليها نفسيا وماديا. والخلاف بين حسن شاكوش وزوجته بدأ لما راحت ريم وعملت ضده محضر واتهمته بطردها خارج منزل الزوجية، وقالت إنه استولى على وصل الأمانة اللي فيه قيمة مؤخر الصداق وسرق ذهبها وأساس الزوجية، وده بعد ما حصل خلاف بينهم، وأكدت إنها كانت بتأمل في الصلح لكن حسن أصر على الطلاق، وده خلاها تروح تعمل محضر ضده. ووالد ريم قال في تصريحات ليه إنه بيبحث عن حق بنته المعنوي لأن جوزها طردها بطريقة سببت ليها أذى نفسي كبير، إن جوزها لما طردها رفض يديها الأوراق الخاصة بيها، ورد إن ممكن يكون الخلاف اللي حصل بسبب إن حسن شاكوش ما كانش يعرف إن مراته كانت متجوزة واحد قبليه. قال: وإيه هي الأزمة إذا كان الموضوع ده حصل بالفعل؟ وريم ردت على اتهام حسن شاكوش ليها بإنها خبت عنه إنها كانت متجوزة قبله، وقالت: أن مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت، بس انت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت موعدها بالجواز، وقلت لهم إن أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز.